بين الحياة والموت. تفاصيل إجراء أحمد فهمي لعملية قلب مفتوح. كشف الفنان أحمد فهمي تعرضه لأزمة صحية خطيرة استدعت خضوعه لعملية قلب مفتوح، مما أدى لتحول جذري في رؤيته للحياة. وقال أحمد فهمي في برنامج كلام نواعم: بحب اهتم بنفسي وبجسمي جدا واروح الجيم واكل كويس. في 2016 كنت اول مرة اشتغل مسلسل رمضان واخلص قبل رمضان، لان عادة بنخلص تصوير في رمضان، خلصت قبله بكام يوم. وانا بحب الحلويات قوي، ورمضان بقى كنافة وقطايف. لقيت نفسي بزيد في الميزان، قلت اروح للدكتور عشان اظبط الاكل. وهو بيكشف عليا عمل رياكيشن كده، حاول ما يبينوش، بس انا فهمته وطلب مني تحاليل. عملت التحاليل ورجعت له، قال لي ان عندك حاجة في القلب. قلت له ازاي المفروض احس باعراض؟ قال لي محتاجين نكشف كشف في حاجة اسمها الصمام المترالي، عندي فيه قطع بسبب العصبية. سافرت وعملت عملية قلب مفتوح في انجلترا. فجأة في اللحظة دي شفت الحياة بمنظور مختلف تماما. الدكتور وهو معايا دخلنا اوضه العمليات عشان يشرح لي، قال لي السرير ده انت ممكن بعد ساعتين تقوم وممكن لا. بيتكلم عادي. انا ما اخدت الكلمه انها حاجه وحشه واخدتها بطريقه ايجابيه، بس من اللحظه دي بقيت بشوف الحياه بمنظور مخالف، وان الواحد بيلهث على اشياء ممكن تكون مش مهمه قوي.